السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دايون ادفنشر 200 سي سي، السكوتر اللي عمل قلبان مش اول ما نزل، لا ده قبل ما ينزل بسنين من اول اعلان ليه والناس كلها بتسأل عليه. طب ليه؟ النهارده ان شاء الله مع الفيديو المنتظر. ناس كتير جدا طلبت مواصفات السكوتر ده وامكانياته ونتعامل معاه ازاي. تابع معانا الفيديو للنهايه، وما تنساش لو اول مره تشوفنا الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اي سؤال او استفسار تحت في التعليقات، والاعجاب دعم لنا عشان نستمر. يلا مع بعض نبدا. ورجعنا تاني مع سكوتر دايون ادفنشر 200 سي سي، واول سكوتر من دايون في مصر. والسؤال الاهم اللي لازم نجاوب عليه في اول الحلقه وهو اشمعنى السكوتر ده، وليه السكوتر ده بالذات اللي عمل ضجه وقلبان قبل ما ينزل بشهور، مع ان في حاجات اعلى منه في السي سي وفي الامكانيات موجوده في السوق ما عملتش نفس الضجه ده. اشمعنى السكوتر ده اعلى نسبه مبيعات حتى الان وحجوزات في اغلب المعارض المصريه؟ وده بيرجع لحاجه مهمه جدا لازم تاخد بالك منها، ان هو تابع لشركه دايون الصينيه. اشمعنى شركه دايون؟ الشركه دي مشهوره جدا 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 في مصر من اول الالفينات بالموتوسيكل بتاعها، والموتوسيكل بتاعها دايما بيتميز بتصميم وديزاين وشكل جميل جدا سواء داخلي وخارجي، وسهوله في التعامل، وقطع غياره شوف اللي موجوده في كل مكان، وستايل والتصميم الكهرباء بتاعتها جميل جدا وسهل وسلس. تمام؟ فناس كتير جدا اللي فاهمه الموضوع ده بدات تقول اكيد دايون لو نزلت سكوتر مش هتخل بالنظام بتاعها، فيبقى بنفس نظام وديزاين الموتوسيكل، فعشان كده السكوتر ده عمل ضجه. طب تعالى مع بعض كده نتعرف على بعض المواصفات اللي انت لازم تعرفها عنه قبل ما تجيبه. السكوتر ده نازل بمحرك 200 سي سي، قوه وعزم زي الفل، مارش بس. وطبعا دي الحاجه اللي تقريبا انا وقفت عنها شويه او عندها شويه، لان انا ما بحبش موضوع مارش بس دي. تمام؟ نازل موتور على كتينه واتنين صباب. طيب المحرك امكانياته جميله جدا، مواصفاته كويسه. بياخد زيت قد ايه؟ 900 ملي لتر لزوجه 10 50 او 15 50. سعة زيت الفتيس 150 ملي لتر 80 90. طيب المحرك ده بامكانياته دي ممتاز وزي الفل. ليه؟ لان دايما محركات دايون بتتميز بالعزم والقوه عن اغلب المحركات اللي موجوده في السوق، وده اللي بيميز شركه دايون. تلاقي عمر المحرك بتاعها اطول، وناس كتير جدا معاها موتوسيكلات دايون من سنين ما حلتش الموتور. عشان كده ناس كتير جدا كانت بتسال على السكوتر ده. نازل باربع مساعدين، اتنين امامي واتنين خلفي، ولكن الاتنين الامامي عاده والخلفي عاده برضه. هتقول لي امال ايه الذهبي اللي ورا ده؟ العلبه الذهبي اللي ورا ده ديكور ستايل منظر بس، لكن مش غاز، عشان ما تفكرش ان المساعد غاز. نازل كمان بعداد ديجيتال كامل موضح فيه كل بيانات الموتوسيكل السكوتر، الغيارات، الار بي ام، السرعه، الفلاشرات يمين شمال، كل شيء عن السكوتر. طبعا زي ما حضرتك شايف ده تانك البنزين، الغطا بتاع تانك البنزين، كل شيء زراير كهرباء. والنظام او ديزاين الكهرباء بتاعها سهل جدا جدا جدا. يعني شوف، وده اللي انا قلت لك في اول الفيديو، قلت لك دي شركه دايون. حتى لما عملت سكوتر لو خدت بالك من كتل الكهرباء هتلاقيها سيمبل جدا جدا جدا، كانك راكب موتوسيكل 2 بي او دايون 4، نفس الكتل نفس المقابض. تمام؟ طبعا ده اللي بيميزها. طبعا السكوتر نازل مفتاح بصمه، ده زياده في الامان. نازل شكمان تربو، صوت جميل جدا. تمام؟ نازل شلته طويله وكبيره وشبكه خلفيه، يعني هيشيل معاك 2 و3 مرتاح جدا. طب هتقول لي امال الوزن القايم عليه كام؟ 150 كيلو. وطبعا اغلب او كل الموتوسيكلات والسكوترات هتلاقي الوزن القايم عليها 150 كيلو، اللي هو ايه؟ السواق وواحد وراه. طب تشيل؟ تشيل. نازله شنطه تحت الشلته، وبطاريه 12 فولت على 9 امبير. الاضاءه كامله امامي وخلفي، والفلاشرات ليد LED طبعا ممتازه. هتقولي طب لتر البنزين هيمشيها كام؟ اقول لك موفره. طبعا ده وصله USB للشحن. لتر البنزين بيمشيك من 30 ل 35 كيلو. السرعه القصوى من 95 ل 100 كيلو. فكسرعه
مع سحب بنزين، استهلاك وقود، مع امكانيات المحرك ممتاز جدا. طبعا مع السعر اصلا، مع التصميم والديزاين، مع المواصفات بتاعه دايو، السكوتر ده يستحق ان هو يبقى كده. لان انت دلوقتي انت بتقول ايه؟ بندفع سعر مقابل امكانيات ومقابل قيمه فعلا. شوف لو خدت بالك هتلاقي الرعاش قلاب النور كلاكس كانك راكب موتوسيكل بالظبط. طبعا نازل فرامل امامي وخلفي باكم سي بي اس، طبعا ده برضه ميزه فيه. سي بي اس ان هو فرامل مزدوجه، لما تدوس فرامل خلفي بيديك نسبه من 70 30% امامي وخلفي، 70 ورا و30% قدام، فبرضه كويس. نازل بدواسات خلفيه للراكب الخلفي. ده تقريبا اغلب المواصفات بتاعه السكوتر. سكوتر زي ما حضرتك شايف تحفه فنيه، يستاهل ان هو يبقى تابع لشركه دايون في كل حاجه. مواصفات موتور، شكل وستايل، سعر. يعني احنا لو قارناه النهارده باغلب اسعار السكوترات اللي في الفئه دي هيبقى هو رقم واحد بلا منازع. ده كده تقريبا كل المواصفات. اي سؤال او استفسار تحت في التعليقات. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.